اليوم كان تالف لي العشاء. قلت واش ندير مع لقيت ماما طيبت هاد الخبز شنقول لكم بالله الله. قلت واه اليوم تاع مرقه، اليوم تاع تغماس تاع نيشان. قررت ندير لهم مرقه تاع اللوبيا والبطاطا والزيتون واللحم تاع الدجاج. درت البصله والدجاج والزيت، ومن بعد زدت فلفل توابل اللي نديروه في المرقه. عندك كمون، سكينجبير، فلفل الكحل، قرفه، زعفران، شويه توم، شويه ملح، لاصوص طوماط والقزبر، ومرقت بالماء الدافي. ومن بعد درتها كي كوطه باش بالخف. كي طاب اللحم من بعد عاودت لاكوكو، درت شويه بصله وشويه بطاطا كيما كتشوفوا. بطاطا قصيتها هكا مصويات كبار شويه. اللوبيا اللي كنت نقيتها وقرطتها، وزدت شويه تاع البصله، هذه اختياريه، اللي ما يبغيش البصله ما يديرش، مع ان تزيد بنه بنينه بالبزاف. ومن بعد مرقت تاع اللحم، هو تاع اللحم. ومن بعد عاود دوزتها في لاكوكوط، ومن بعد زدت شويه زيتون وخليتها تتبخ. وزدت واحد ربطه هكا تاع بيضه صغيره تاع قزبر باش تطلق البنه، وخليتها تحمس على خاطرها. وهذه بعد ما طابت تجي المرقه خاطره الله الله، مع داك الخبير تاع ماما نقولكم غش دق مرخوش دق مرخو. انا بعد هذه المرقه نموت عليها، تعجبني اي حاجه فيها زيتون تعجبني. وانا تعجبني اللوبيا مع الزيتون، هذاك الميكس يجي نقول لكم الله الله. وهذا هو عشانا والحمد لله. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه. ما تنساوش تخليوا لي لايك وابوني، وتدعموا ماما وتقولوا لها في لي كومونتير عجبنا الخبز تاعك طاطا ولا خالتي ولا كيش ما قلتوا لها. المهم تهلاو في رواحكم، ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده. واللي باغي كاش وصفه ولا كتبوا لي في لي كومونتير نديرها لكم على طريقتي. وما تنسوش تدعموني على الانستغرام نوني فود. مهم عندي 100 ما عنديش كامل فيه لي زابوني، دخلوا دعموني. وتاني عندي يوتيوب نحط لكم فيه الوصفات. تهلاو في رواحكم، في الامان.